هلا والله بطلاب تانية ثانوي الازهريين والعام. طب والعام مالهم بقى يا مستي؟ مش الاحياء ملغيه من عليهم؟ اسمع بس الفيديو للاخر وهتستفاد وتدعيلي. بالنسبه لطلاب تانية ثانوي الازهريين، انا فخوره بنتيجتكم في الترم الاول. انا وعدت ووفيت، قلت لكم اسئله معينه هتجيلكم في الامتحان بالنص، وبفضل الله جات لكم رسائل كتير انا مبسوطه منها بصراحه، ان انتوا كنتوا طالعين من الامتحان مبسوطين وكل الاسئله انتوا واخدينها. ففي الترم ده بامر الله هنكسر الدنيا مع بعض ونظبط دنيتنا. احنا عندنا المنهج عباره عن 8 دروس هناخدهم بامر الله على شهرين، شهر 2 وشهر 3 وشهر 4 في بدايته بامر الله لو كان في عمر نعمل المراجعه الجامده بتاعتنا، ننزل لك بقى مذكره فيها مخططات تظبط لك الدنيا واسئله تربط الفصول ببعض، ونجيب لك الاسئله اللي بتجيلك في امتحان اخر السنه بالنص زي ما عملنا الترم الاولاني. يلا بينا نشوف الخطه بتاعتنا هنمشي فيها ازاي علشان نبقى مظبطين دنيتنا اول باول. يلا بينا. طبعا يا سنه تانية انتوا عارفين نظام الشغل بتاعنا، احنا بننزل فيديو شرح وبعدين فيديو مذاكره، بنذاكر مع بعض. طب هنذاكر مع بعض منين؟ من الكتاب بتاعنا، بس انا مش هقولك اشتري الكتاب، انا هنزله لك مجانا على المنصه، لان احنا هنحل كمان من كتاب الامتحان وهنحل من كتاب المرشد، فمش معقول يبقى 3 شهور وخليك تشتري 3 كتب، يعني ظلم على اولياء الامور. انا مش عايزه منك غير كتاب الامتحان هنشتغل منه، تمام؟ والكتاب بتاعنا هننزله لك مجانا، وبالنسبه لكتاب المرشد هنبقى نحل منه الاسئله في الورش. تمام كده؟ تمام، حلو قوي. طبعا بالنسبه للشرح او نظام بقى اليوتيوب هيبقى عامل ازاي ونظام المنصه هيبقى عامل ازاي. الشرح هينزل على اليوتيوب وهينزل على المنصه، تمام؟ الفكره بقى في المنصه فيها نظام كامل متكامل، مش هينزل الشرح بس، لا ده كمان فيديو مذاكره كاني بذاكر معاك في البيت، واقول لك علم لي على دي، الحته دي مهمه، ركز على الحته دي، طب لخص لي الحته دي انت بتلخبط فيها، وهركز لك برضك على اسئله واحنا ماشيين واحده واحده كده. ده غير كمان في كويزات على المنصه علشان تشوف مستواك، هل استوعبت الجزئيه دي من الشرح ولا لا. وكمان بيبقى في جروب متابعه بيتابع معاك في استفسار جزئيه معينه، سؤال، فاحنا بنبقى معاك على طول. ده غير كمان بنزل لك تجميعات بتبقى مهمه جدا وتبقى في الجروب، وانا بلمحك وانت في الجروب لو في حاجه بتلخبط فيها فانا بظبطها لك وبكتبها لك وابعتها لك على الجروب. يلا بينا بقى نشوف الخطه بتاعتنا. البدايه هتبقى يوم الاحد 1/2، وده بامر الله هننزل فيه هيبقى شرح الاخراج في الحيوان والانسان اللي هي الجزئيه بتاعه الجلد. بصوا المحاضرات بتاعتنا بتكون حد واربع، حد بننزل الشرح والاربع بننزل الحل عليه من كتاب الامتحان. فيوم الاربع بقى 4/2 هننزل حل على الدرس ده من كتاب الامتحان. يوم الحد 4/2 هننزل شرح بقى الكليه والكبد. يوم الاربع 11/2 هننزل الحل على الدرس ده من كتاب الامتحان. يوم الحد اللي هو الموافق 15/2 هنا بقى بيبقى فيه امتحانات شهر، فهنا هعمل لك ورشه على فصل الايه؟ على فصل الاخراج، وهحل لك على الفصل ده من كتاب المرشد، وكمان هحل لك اختبار رقم 1 على فصل الاخراج. يوم الحد 22/2 هننزل بقى شرح الاحساس في النبات، وهنا طلاب تانية ثانوي العام. الترم التاني ده يعني بالخصوص يا تانية ثانوي عام لازم تسمعه، ده اساسيات في تالتة ثانوي، فانت لو ما عندكش وقت تسمعه دلوقتي لازم تسمعه في الاجازه قبل ما تخش تالتة، صدقني دي اساسيات، دي الفرشه زي ما بيقولوا كده لتالتة ثانوي. انا بديك الحاجات الاساسيه اللي انت محتاجها اصلا من اولى وتانية في تالتة، وبكتبها لك كمان في الكتاب بتاعنا. بس الفكره لما اجي اقولها لك لو انت واخد فكره عنها فالموضوع بيكون سهل، اما لو انت مش واخد فكره عنها فانت هتحس ان الدنيا ايه ده، هو انا هذاكر ده كله، هو انا المفروض اعرف ده كله. فعشان ما يبقاش العبء عليك، وانت عارف سنه ثالثه بيبقى الضغط فيها اكتر من كميه المذاكره، فانت بتبقى يعني ما انتش عارف تعمل ايه ولا ايه. فتسهيلا ليك الترم ده لازم تسمعه يا اما دلوقتي يا اما تسمعه قبل ما تخش ثالثه، لان مهم جدا جدا جدا. انت عندك السيال العصبي
اللي هو اصلا هنا في الترم ده انت تحتاجه اساسا في ثالثه. عندك الحته بتاعه التنفس الخلوي برضو انت هتحتاجها. الاحساس في النبات، الحاجات دي انت هتحتاجها والله، والتغذيه والهضم برضو في حاجات هتحتاجها يعني، والنقل برضو، النقل في النبات، وعندك النقل في الانسان. يا عم بقول لك كل الدروس دي صدقني انت هتحتاج منها حاجات في ثالثه، فلما اجي اقول لك عليها انت سامعها قبل كده فهتبقى ناسيها، ما انا هكتبها لك بس انت عارف ان انت خدتها، مش هتروح تطلع بقى الكتب من تحت السرير وتدور ده انت كنت مشحت الكتاب، ده انت كنت بايعه مش عارف لمين. لا، انا ببقى كاتبه لك كل حاجه، بس الفكره انت الحاجه دي مرت على ذهنك قبل كده، مش تبقى لسه لاول مره بتسمعها. علشان كده رجاء طلاب تانية ثانوي العام يسمعوا الترم ده، يا اما دلوقتي لو معهمش وقت دلوقتي يبقى زي ما قلت لك قبل ما تدخل ثالثه بأمر الله لازم تكون سامع الحاجات دي. يوم الاربعاء بقى 25/2 هنحل بقى على الدرس ده اللي هو الإحساس في النبات. يوم الحد 1/3 هننزل بقى محاضرة شرح على النسيج العصبي. النسيج الايه العصبي نحل عليه بقى، يلا نحل عليه. هيبقى يوم الاربع اللي هو 4/3 هنحل على النسيج العصبي. يوم الحد 8/3 السيال العصبي. هقوله لك بأسهل طريقة إن كانت، لأن السيال العصبي الطلبة بتشتكي منه بس، ولكن بفضل الله هيبقى بص ايه ده، هتلاقي الموضوع سهل وبسيط قوي، وده هيساعدك في ثالثه زي ما قلت. عندي يوم الاربعاء 11/3 هنحل على السيال العصبي من كتاب الامتحان. عندك يوم الحد 15/3 ده بقى محاضره شرح الجهاز العصبي المركزي اللي هو الدرس اللي قبل الاخير. يوم الاربعاء 18/3 هيبقى حل عليه من كتاب الامتحان. يوم الحد 22/3 هيبقى شرح الدرس الاخير بقى اللي هو الجهاز العصبي الطرفي. يوم الاربعاء 25/3 هيبقى عندك حل على الدرس ده. ويوم الحد 29/3 هيبقى الاختبار بقى رقم 2 على الفصل بتاع الإحساس. وبكده هنكون خلصنا المنهج. شفت بسيطة ازاي؟ وشهر 4 هتبقى البداية بتاعت المراجعة بأمر الله، هنعمل فيها شغل من نار زي ما انتم متعودين مننا، ده لو كان في عمر يعني. ربنا يوفقكم وييسر لكم كل اموركم يا رب. وبكده انت مش هتكون محتاج اي حاجه حرفيا. مستني ايه؟ ابعت دلوقتي لتيم التليجرام من خلال الرقم اللي ظاهر قدامك على الشاشه. دمتم في امان الله وحفظ